بيكم في اي نيوز. انا نيمو. اي نيوز هنجيب لكم اخبار على كل حاجه تهمكم بتحصل في مصر وبره مصر. تابعونا. مصطفى هو نجم فقرتنا النهارده، بيتحدى كل حاجه حواليه عشان يحقق حلمه، وهو ان يكون بطل عالم في الاولمبيكس اللي جايه في لعبه الكاراتيه. تعالوا نشوف قال لنا ايه، وكمان نشوف قال ايه على الهجره غير شرعيه. مصطفى محمد، مدينة سادات، لاعب كاراتيه في نادي اتحاد الشرطة في القاهرة. أخويا الكبير كان بيلعب كاراتيه زمان وكان بياخد بطولات كتير يعني، فهو اللي خلاني ألعب كاراتيه أول مرة، وبدأ هو يمرني على طول. بدأت أتدرب في نادي النجوم 4 سنين، خدت طبعا مراكز أول في اسكندرية وتاني في الجيزة، ومراكز أول برضو في محافظة المنوفية. المأمور بتاع مدينة سادات سمع عني يعني، جابني المكتب عنده وقال لي تبقى تروح نادي اتحاد الشرطة. بقالي دلوقتي 1.5 سنة في اتحاد الشرطة. بخلص مدرسة الساعة 2، فبروح باكل في الأتوبيس وبذاكر وبقرأ قرآن، بعدين باجي القاهرة. التمرين بيبقى 3 ساعات بالظبط أو 2.5 ساعات، يعني بخلص تمرين الساعة 8:30 وارجع الساعة 11 مدينة السادات. طبعا بطلع بالأوائل من أول يعتبر ما دخلت الكاراتيه، لأنه فتح لي مخي شوية. طبعا نادي اتحاد الشرطة بيعدني دلوقتي إن أنا ألعب أولمبياد طوكيو 2020. طبعا عندنا في مدينة السادات والبحيرة والمنوفية يعني كان في أطفال زيي بيروحوا هجرة غير شرعية الأيام اللي فاتت دي، بيروحوا لأوروبا عشان ياخدوا لقب لاجئ. فأنا حلمي يعني إن شاء الله إن أروح أوروبا وآخد البطولة من هناك وأبقى اسمي بطل مش لاجئ، وأشرف مصر في أوروبا. ودي طبعا الميداليات اللي أخدتها 14 بطولة طبعا، ودي يعني أغلى ميدالية عندي، لأن دي أول ميدالية أخدتها من ساعة ما دخلت الكاراتيه يعني. الرسالة بتاعتي إن لعبة الكاراتيه لعبة قتالية، فبتعلمني الإصرار والتحدي، وده بينعكس عليا في الحالة الاجتماعية وفي الدراسة برضه. بيخليني يعني أنجح، بيساعد على النجاح. لازم الواحد يتعب عشان يلاقي الحاجة الحلوة اللي تريحه، يعني لازم تتعب في التمرين عشان تبقى بطل، ولازم تتعب في الدراسة عشان تبقى ناجح ومتفوق في الدراسة وتطلع من الأوائل كده. لما بتيجي تاخد قرار في حياتك، بتاخد القرار لوحدك ولا بتاخد رأي اصحابك معاك؟ لما باجي اخد قرار احيانا باخد راي اصحابي، فاهمين نفس وضعي يعني ونفس المشاكل اللي انا ببقى فيها يعني. لا، ما بحب اخد قرار في حياتي، بدرسه الاول بعد كده باخده من نفسي انا. هو انا لما باخد قرار باخد راي ممكن مثلا اصحابي الاول او اقرب حد يعني ليا، ولو اقتنعت بيه بعمله، ما اقتنعتش بيه فس دماغي يعني، بس خلاص. يعني مثلا ما بحب اخد قرار في حياتي بسأل بابا، بستعين برايه، مثلا حد زميلي اي حد. لما باجي بفكر في حاجه معينه بيفرق معايا اخد راي اصحابي، لان دي حاجه بتفرق معايا حتى لو مش هعمل اللي هم بيقولوه بالظبط، بس بحب اخد اراء مختلفه. لا، لما باجي اخد قرار بستشير حد من صحابي. لما بحب اخد قرار في حياتي بستعين بصحابي. اما بحب اعمل قرار في حياتي باخده لوحدي. القرارات اللي هي مهمه قوي باخد راي مثلا مامتي بابايا كده. لما بحب اخد قرار في حياتي بستشير زمايلي. بما ان اهالينا كلهم بقى عندهم فيسبوك، اهلك عندك على الفيسبوك ولا لا؟ اهلي عندي على الفيسبوك، قبل ما اشوفك عروسه، قبل ما اشوفك دكتوره، مش كده يا ماما يعني، مش هينفع الكومنتات دي خالص. اهلي عندي على الفيسبوك. لا، مش اهلي مش كلهم عندي على الفيسبوك، لا ما بتكسفش لما يعملوا لي كومنت. اهلي عندي على الفيسبوك. اهلي عندي على الفيسبوك عادي، ساعات لما بهزر مع اصحابي بيقعدوا يقولوا لي الكلام اللي انت بتقوله ده وكده. اهلي عندي على الفيسبوك، مثلا تيتا عندي على الفيسبوك بالنسبه لي تيتا عندي على الفيسبوك دي حاجه غريبه قوي. اهلي عندي على الفيسبوك وما بيجيش مشاكل في كده عادي. اهلي عندي على الفيسبوك، بيخافوا يشوفوا الصوت بيني وبين زمايلي. اهلي عندي كلهم على الفيسبوك. احط صوره مثلا بروفايل فخالته تقول لي يا حبيب خالته في الشغل ده، فبتكسف يعني. اهلي عندي على الفيسبوك. الأمم المتحدة بتحتفل الأسبوع ده باليوم العالمي للمرأة، وده الهدف منه احترام المرأة وحفظ مكانتها السياسية والاجتماعية. منتخب مصر للشباب لكرة القدم هيشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي هيبقى في زامبيا، وكله أمل إنه يحقق بطولة أو يحقق مركز متميز. دلوقتي تعالوا نشوف معانا إيه الفقرة اللي جاية ونرجع تاني. أنا اسمي محمد علي جعفر، عندي 16 سنة، بركب خيل بقالي 2 سنين. هوايتي الخيل خلتني ابقى قلبي جامد. قبل كده ما كنتش بعرف اركب خيل لحد ما عرفت اركب وبقيت اركب لوحدي، وبقيتني بدخل بيه سباق وجري. مفيش حد من زمايلي بيعرف يركب زيي، انا اللي بعرف اركب فيهم. وهواية الخيل حلوة وبحبها. لازم تتعلم تشد على الحصان، لازم تربط الحزام بتاع السرج عشان تقدر تركب عليه عشان ما يتهزش بيك.
لازم تربط اللجام كويس عشان تقدر تتحكم فيه، وابقى متأكد ان الحزمة كلها كويسة مربوط. خلصت حلقتنا النهارده من اي نيوز، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. هنستناكم تتابعونا على السوشيال ميديا وتقولوا لنا رايكم. باي.